بنلاقي على الجروبات وفي التعليقات سؤال متكرر، تلاقي واحدة كاتبة: يا دكتور ابني عنده 10 شهور ولسه مش بيقف، وأنا بديله كالسيوم وبديله ألفا كارينو مثلا اللي هو فيتامين د النشط بتاع مرضى الكلى والكبد و... ولحد دلوقتي الواد ما بيقفش. يا دكتور أعمل إيه تاني أكتر من كده؟ هو أنت ما سألتيش نفسك سؤال هو ابنك أصلا عنده مشكلة ولا لأ قبل ما تأذيه؟ قبل ما تديله دواء يضر كليته ويضر أعضاء جسمه؟ ابنك ما عندوش مشكلة. إحنا قلنا يا جماعة قبل كده في ارقام اقول بعدها الطفل اتاخر. يعني مثلا الطفل لحد سنه وثلاث شهور لو ما سننش هنا نشتكي. قبل كده ما تشتكيش وما تقوليش عايزه كالسيوم وعايزه ادويه. الطفل يقف لحد سنه وثلاث شهور نفس الكلام. الطفل معايا نقول القعاد لحد 10 شهور او 9 شهور. ما تجيش بقى تقولي لي اصل 7 شهور وما بيقعدش. خلاص ما تقوليش اصل الواد عنده سنه وشهرين ولسه ما بيمشيش. كل ده عادي. اسالي دكتورك الاول هو في مشكله ولا ما فيش. لكن ما تروحيش تاخدي كالسيوم وفيتامين د النشط وتشتكي وتزني. يعني انتوا بتأذوا عيالكم بدون علم وبدون وعي. خلاص. طيب لو انت عايزه ابنك يسنن كويس ويمشي كويس والتطور الحركي بتاعه يبقى كويس، هتلتزمي بثلاث حاجات مهمين جدا. رقم واحد فيتامين د اللي هو الفي دروب او الديفيتون ايا كان اسم الدواء اللي بتاخديه والجرعه المناسبه بتاعته. رقم اتنين ان لازم تعرضيه للشمس كل يوم. الطفل محتاج منك ربع ساعه او نص ساعه شمس من الساعه 10 ل 12. عرضيه شمس مباشره تلمس جلده. رقم ثلاثة اكلات فيها كالسيوم، واحنا عملنا فيديو اللي عايزه ابعته له الاكلات اللي فيها كالسيوم واللي تفيد اطفال.